مسجد لارنكا الكبير، ويعرف أيضاً بمسجد حرام أو مسجد التكية، يقع بالقرب من مطار لارنكا جزيرة قبرص. هي حرام بنت ملحان ابن خالد الأنصارية ابن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدي بن النجار الأنصارية النجارية المدنية. هي أخت سليم وخالة أنس بن مالك وزوجة الصحابي عبادة بن الصامت. أخواها سليم وحرام اللذين شهدا بدرا وأحدا، وكان حرام في سرية المنذر بن عمرو يوم بئر معونة، وكان أول من استشهد فيها، وهو القائل عندما طعنوا من الخلف بالرمح: فزت ورب الكعبة. ويرجع اكتشاف قبر الصحابية حرام رضي الله عنها إلى عام 1760 عندما عثر عليه رجل يدعى الشيخ حسن، وأخذ يشيع في كل مكان أن لها قدرات خارقة على شفاء المرضى، وعندها بني ضريح في المكان لأول مرة. وقد جرى بناء الموقع بصورته الحالية في عهد الحكم العثماني للجزيرة الذي انتهى عام 1816. هو أحد أهم المواقع الأثرية في جزيرة قبرص، فضلاً عن أنه يعد المزار الديني الأكثر أهمية للمسلمين في الجزيرة. في العهد العثماني اعتادت السفن التي تحمل العلم العثماني على خفض هذا العلم إلى نصف ارتفاعه عند اقترابها من لارنكا، تحية لتكية هالة سلطان بطلقات مدفعية. ويتألف هذا المكان من مسجد وضريح ومئذنة، بالإضافة إلى أماكن للمعيشة لكل من الرجال والنساء. وقد بني بصورته الحالية في القرن 18 وأوائل القرن 19، واكتسب مكانة خاصة قبراً وضريحاً حرام. وتعد هالة سلطان تعني بالتركية العثمانية الخالة الجليلة، أو حرام تعني بالعربية الأم المبجلة أو الموقرة. وتذكر رواية أخرى أنها كانت من إحدى النساء التي هاجرن مع الرسول في طريقه من مكة إلى المدينة. وتضيف الرواية وأنه في عام 649 ميلادياً، وبعد أن غزا العرب جزيرة قبرص، أصيبت حرام بجروح قاتلة، وذلك بعد أن سقطت فجأة من على ظهر بغلها، حيث دفنت في نفس المكان الذي توفيت فيه. وجاء في أحد المصادر العربية في القرن الثامن أن حرام رافقت رجلاً من بني أمية، وهو معاوية والي الشام، كزوجة لأحد قادته يدعى عبادة بن الصامت، أثناء حملته على قبرص عام 649 ميلادياً، إلا أنها لم تشهر أو تتطرق إلى تلك الظروف التي أحاطت بموتها. وبنى الترك المسجد في القرن 12 الهجري، ويقع على ساحل مسمى ساحل مكنزي القريب من مطار لارنكا. وعلى الرغم من مساحتها الصغيرة نسبياً، فهي من أهم الوجهات السياحية في منطقة البحر المتوسط، وهي تجمع بين الماضي والحاضر، إذ كاف لعشاق التاريخ والآثار أن منظمة اليونسكو وضعتها على قائمة المواقع التي تمثل تراثاً للإنسانية جمعاء. وعلى شاطئ لارنكا القريب من مسجد هالة سلطان، تخيل نفسك مسترخية على مصطبة من الرمال الناعمة أمام أمواج المتوسط الهادئة، والقمر ينشر أشعته الفضية الخالصة ليخفف من عتمة السواد، والنجوم تضوي وهي تقطر حليبها الصافي قطرة قطرة، وبعيداً عن صخب المدن وتلوثها وتهورها. وبعد أحداث عام 1974 وانقسام قبرص إلى شطرين، تركي في الشمال ويوناني قبرص في الجنوب، أغلق المسجد، إلا أن الرئيس القبرصي ماكاريوس الثالث سمح بفتح المسجد بعد زيارة قام بها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وطلب فيها رسمياً من الرئيس بفتح 3 مساجد. وقد تم ترميم مسجد هالة سلطان عام 2002 بدعم من الأمم المتحدة وبإشراف صالح لمعي مصطفى، المدير العام لمركز إحياء تراث العمارة الإسلامية. وبعد إعادة فتح المسجد بقي شبه مهجور بسبب قلة المسلمين في تلك الديار، ولكن في الآونة الأخيرة وصل المهاجرون العرب والمسلمون إلى لارنكا، وأعادوا الشعائر الإسلامية إلى مسجد هالة سلطان. إن المسجد يعد أكثر الأماكن قدسية على الجزيرة بالنسبة لمجتمع القبارس التركي ذي الأغلبية المسلمة، فإن قدر الشاء أن يكون موقعه في الجنوب اليوناني الأرثوذكسي من الجزيرة.
إن مباني هذا الأثر الإسلامي مسجد هالة سلطان التي تضم مسجدا وضريحا ومنذا وبيت ضيافة للنساء وآخر للرجال كانت قد تعرضت لأضرار بالغة بسبب البيئة الساحلية الصعبة التي ترافقت مع عامل الزمن وغزو الحشرات وتسرب الماء داخلها. كما ساهم غياب الصيانة اللائقة إلى جانب محاولة لإحراق المسجد في زيادة الأضرار. تعرض المسجد لعدة اعتداءات خلال التاريخ بسبب الصراع التركي اليوناني من قذف الحجارة وهجمات بقنابل مولوتوف مما أدى لأضرار مادية. وكان القبارص الترك واليونانيون انتهوا تحت إشراف الأمم المتحدة من ترميم مسجد تكية هالة سلطان الأثري بجنوب قبرص الذي يضم ضريح الصحابية حرام رضي الله عنها في بادرة قد تنعش أمال بشأن إعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ عام 1974.